السلام عليكم. في هذا الفيديو كيهضر لنا على المعدلات التقريبية اللي كيتقبلوا بها الطلبة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في المغرب إسبيتس. ولكن خاصنا نعرفوا من الأول أن هاد المعدلات اللي تذكرات راه غير تقريبية، يعني ممكن تهبط وممكن تطلع، وكل شيء كيتعلق بعدد الناس اللي غادي يدفعوا وبالمستوى ديالهم. أول حاجة خاصك تعرف كيفاش كيتحسب معدل الانتقاء. ماشي كيحسبوا المعدل العام ديال الباك، ولكن كيديروا 25% من الجهوي و75% من الوطني. مثلا إلا كان عندك في المعدل ديال الجهوي 14 والوطني 13، غادي يخرجوا واحد المعدل اللي كيتسمى معدل الانتقاء، وبه كيتحدد واش غادي تقبل ولا لا. الشيء اللي مهم بزاف هو أن المعدلات كتختلف من مدينة لمدينة ومن تخصص لتخصص. مثلا تخصص ديال ممرض متعدد التخصصات في مراكش يقدر يتقبل ب 12، ولكن نفس التخصص في مدينة بحال الرباط يقدر يطلبوا فيه 13 أو 14. يعني واش غادي تقبل ولا لا راجع للمدينة والتخصص وعدد الناس اللي دفعوا ليه. وكاين نقطة تانية مهمة، المعدلات ما كتبقاش نفسها كل عام، كتبدل حسب شحال من واحد دفع وشحال الواحد تقبل في مدارس أخرى بحال الطب، الصيدلة، لينسا، لينام، الأقسام التحضيرية. كاين اللي كيتسجل في مدرسة ومن بعد كيمشي يسجل حتى في إسبيتس، وهذا الشيء كيأثر على الناس اللي مازالين كيقلبوا، حيت كيرفع المعدل بلا فائدة، خصوصا إلا ما كانش ناوي يقرا فيها أصلا. باش نسهلوا عليك الأمور، ها بعض المعدلات التقريبية على حساب التخصصات. ممرض متعدد التخصصات 13، تخدير والإنعاش 15، الصحة النفسية 10، العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة 12، 10 ممرض صحة الأسرة والحماية الجماعية، 9 ممرض مختص في أمراض الكلي وتصفية الدم، 9 ممرض في أمراض الشيخوخة، 9 ممرض مختص في العمليات الجراحية، 12 ممرض في علاجات مواليد الأطفال، المختبر 15، محضر صيدلي 12، التغذية والحمية 13، الصحة والبيئة 10، الأشعة 15، صيانة المعدات البيوطبية 12، الإحصائيات الصحية 14، ممرض التوليد القابلة 11، مقوم البصر 13، مصحح النطق 13، مساعد اجتماعي 14، ترويض طبي 13. وما تنسوش أن هاد الأرقام كلها غير تقريبية، ويمكن المعدل الحقيقي يتحدد غير من بعد ما يسدوا التسجيلات ويشوفوا الملفات. نصيحة أخيرة، إلا كنتي تقبلتي في مدرسة أخرى وناوي تمشي تقرا فيها بلا ما دير تسجيل في إسبيكس، حيت راك غير كتأثر على الناس اللي باقين كيتسناو الفرصة.